تعالوا النهاردة نعمل أكلة أساسية كلنا بنحبها. هنعمل مع بعض مكرونة سباكيتي بالصلصة الحمراء. بس مش أي مكرونة، تبقى أحلى طبق مكرونة. وصفة بسيطة جدا وسريعة، تنفع غدوة أو عشوة. لما بنكون زهقانين من الأكل كده ومكسلين، أسهل أكلة ممكن نعملها هي المكرونة الاسباجيتي. هقول لكم ازاي نعملها بخطوات ومكونات بسيطة جدا، هتنقل المكرونة بالصلصة العادية في حتة تانية خالص. تعالوا نبدأ. بس قبل ما نبدأ ما تنسيش، لو أول مرة بتشوفي قناتي مطبخ بيبو، تعملي اشتراك وتحطي لايك للوصفة، لأني متأكدة إن شاء الله لما تجربوا الوصفة هتعجبكم جدا جدا جدا. وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، واعملي شير لأصحابك بالوصفة القمر دي. يلا نبدأ ونقول بسم الله، وندخل على المقادير وطريقة التحضير. اول حاجه معايا كيس مكرونه سباكيتي. طبعا لازم تختاري نوع سباكيتي يكون كويس شويه، يعني تبقي عارفه ومتاكده ان هي مش هتعجن معاكي، لان ده بيفرق جدا جدا في نجاح المكرونه. طبعا معايا حله على النار، الميه فيها تكون بتغلي كويس جدا، وهنزل كيس المكرونه. عايزه اقول لكم ان مش لازم المكرونه عشان يبقى نوعها حلو لازم تكون غاليه. المكرونه اللي انا مستخدماها دي اسمها روليال، الكيس ب10 جنيه، بس ممتازة ما بتعجنش حقيقي يعني عن تجربة. فلو لقيتوها اشتروها هتعجبكم جدا. نزلت بكيس المكرونة الاسباجيتي بتاعتي، ونزلت كمان بمعلقة صغيرة كده من الزيت، ومعلقة صغيرة من الخل، وكمان معلقة صغيرة من الملح. طبعا مع التقليب كده المستمر من وقت للتاني، النار بتاعتي عالية، ما ينفعش اوطيها. انا عايزه اسلق المكرونه بتاعتي 3/4 سوا، مش هسلقها على الاخر. لازم تنزلي المكرونه بتاعتك ناقصه سوا شويه، لان احنا لسه هنحطها في الصلصه وهتكمل سواها مع الصلصه. تمام. زي ما انتوا شايفين هو ده السوا اللي انا عايزاه من المكرونه. هصفيها واغسلها كويس جدا جدا تحت الميه الجاريه، واسيبها تتصفى. تمام، ومفيش اي حاجه، سلقنا المكرونه وزي الفل. تعالوا بقى نعمل الصلصه اللي هتخلي المكرونه بتاعتك تروح في حته تانية خالص، وهي فعلا اللي هتخلي المكرونه طعمها حكايه. حلة على النار وفيها زيت، مش كتير ولا قليل، يعني الزيت بتاعك يكون وسط كده، مثلا حوالي 3 معالق كبار من الزيت. ونزلت بقى ببصلايه كده ضربها في الكبه. لو حابه تقطعيها على ايديكي كده مكعبات صغيره، مفيش مشكله، بتبقى زي العسل برضو. وهاخدها بس تشويحه، انا مش عايزه لونها يغير، ولا عايزه احمرها ولا الكلام ده خالص. يا دوبك بس البصلة بتاعتي هتنزل، وطبعا الزيت بتاعي يبقى سخن، وريحة البصلة كده تطلع بتشويحة صغيرة بس كده، مش عايزة اكتر من كده. وهنزل بقى ب4 فصوص من الثوم المهروسين. يا سلام بقى لو توم فريش، حقيقي بيفرق في الطعم. وبرضو هديله كده تشويحة بسيطة خالص. زي ما انتوا شايفين، لا البصل غير لونه ولا الثوم غير لونه، انا مش عايزة كده خالص. كده تمام، يا دوبك بس ريحة البصل بتطلع وريحة الثوم مع البصل بتشويحة صغيرة كده بتطلع. بعد كده بقى بنزل معلقة كبيرة كده محترمة من صلصة الطماطم، وبديها كده تقليبة حلوة مع البصل والثوم. مش عايزة اقول لكم بقى الريحة في المرحلة دي عاملة ازاي، بجد في منتهى الجمال، خطيرة. وبعد كده هنزل بالتوابل بتاعتي، عبارة عن ايه؟ معلقة كبيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من الفلفل الأسمر، ده لو انتي بتحبي الفلفل الأسمر كتير شوية ممكن تقلليه وتخليه معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر. تمام. لو في أطفال فطبعا مش هينفع معاهم، الأكل يبقى سبايسي شوية. وكمان هنزل بربع معلقة صغيرة من البهارات، مش هنكتر اي بهارات عندك. لو عندك 7 بهارات ده بتخلي صلصة المكرونة في منتهى الجمال. لو ما عندكيش ممكن تستبدليها ببهارات فراخ او بهارات لحمة، ربع معلقة بس هتعزز طعم الصلصة معاكي. وهنزل بمكعب مرقة دجاج، وده طبعا اختياري زي ما تحبي، بس انا عايزة اقولك حقيقي بيفرق في الطعم، بيودي صلصة المكرونة في حتة تانية خالص. بحب جدا احط في صلصة المكرونة مكعب كده من مرقة الدجاج، حقيقي بيدي طعم روعة. بس زي ما قلتلك لو انتي مش حابة تمام، ده اختياري. هنزل بقى بالطماطم المعصورة بتاعتي، عصرتها كويس جدا في الخلاط او في الكبة. وطبعا وانتي بتعصريها هتحطي معلقة صغيرة من السكر علشان خاطر تعادل حموضة الطماطم. تمام. وبعد كده صفيتها كويس جدا من القشر.
المعلقه الصغيره اللي انتوا شايفتوني حطيتها دي معلقه صغيره من السكر، لاني نسيت احطها وانا بضرب الطماطم في الخلاط. تمام. صلصه الطماطم بتتحب جدا ان هي تتصفى، ما تعمليهاش بقشرها. كمان عايزه اقول لكم ان قشر الطماطم بيكون مضر جدا للقولون وللمعده، فحاولي وانتي بتعملي اي اكله بالطماطم تصفيها بعد ما تضربيها في مصفى كده، اخرامها تكون صغيره. اهم حاجه تتخلصي من القشر بتاعها. زي ما انتوا شايفين بقى، انا سبت الطماطم بتاعتي الصلصة كده تتسبك براحتها خالص. مش هسبكها لدرجة ان الطماطم تبقى كلها ماسكة في بعض، لا، اللي هو التسبيكة التلات ارباع تسبيكة زي ما بيقولوا كده، اللي هي فيها ميمية شوية، مش ماسكة كده زي المحشي. لا، احنا عايزينها تبقى تلات ارباع تسبيكة، لاني لسه لما هحط المكرونة ونقلب مع بعض كده الصلصة بالمكرونة، مش عايزاها تبقى ماسكة كده، عايزينها تبقى جوسي كده وجميلة مع المكرونة، ما تبقاش متسبكة على الاخر. نزلت بقى بالمكرونة بتاعتي زي ما انتوا شايفين على نار عالية، هقلبها تقلبتين واسيبها لمدة من 5 ل7 دقايق. اديتها تقليبة كده في نص المدة علشان خاطر اجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت كده، وكلها تبقى واخدة تسوية واحدة وتتشرب كده من الصلصة زي ما انتوا شايفين. كده المكرونة بتاعتي خلاص خلصت. مش عايزة اقول لكم بقى على بجد جمال طعمها حكاية خطيرة. جربيها بقى بالتكات البسيطة والخطوات البسيطة اللي احنا عملناها مع بعض، وانا متأكدة مفيش حد هيدوق منك طبق المكرونة ده الا لما هيقولك انتي عاملاه ازاي. لو بتعمليها بأي طريقة تانية انسي اي طريقة، واعمليها بالخطوات اللي مشينا مع بعض بيها كده واحدة واحدة، صدقيني هتعجبهم جدا جدا. زي ما انتوا شايفين كده جوسي وجميلة، اللون بتاعها خطير بجد. الكاميرا ظالمة لون المكرونة وصلصة المكرونة، يعني هي مفتحة اللون قوي، هو اللون اغمق من كده بكتير، في منتهى الجمال. أكلة اقتصادية وسريعة التحضير ولذيذة وسهلة وعلى قد الإيد، يعني مش لازم عشان نعمل غدا كل يوم يبقى فيه فراخ أو لحمة. ممكن ناكلها لوحدها كده، أو ممكن بقى لو حابة تدخلي بروتين هتسلقي بيض، وبعد كده هتدحرجيه في حتة سمنة كده بياخد لون ذهبي، وترشي عليه ملح وفلفل، بيبقى في منتهى الجمال جنب المكرونة. ما تنسيش بقى لو عجبتك الوصفة تعملي لايك للفيديو وشير لأصحابك، ولو لسه ما اشتركتيش اعملي اشتراك وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. وهستنى بقى منكم كومنتاتكم الحلوة وتطبيقاتكم على جروب الفيسبوك مطبخ بيبو، بيسعدني جدا جدا التطبيقات بتاعتكم، والف هنا على قلوبكم يا رب. واستنوني في وصفة جديدة من وصفات مطبخ بيبو. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.